نصاب. الو استاذ اشرف، ايوه مع حضرتك الدكتور صاحب عياده الشفاء اللي في العماره اللي قصادك بتاع الاسنان. اهلا وسهلا. معلش استاذن حضرتك في طلب. اتفضل حضرتك. ممكن بس تشوف لي الغفير قاعد قدام العماره ولا لا، عشان بتصل من بدري تليفونه مقفول. الغفير بتاع العماره قاعد على باب العماره اهو. طب ممكن معلش بس تدوني عشان محتاجه ضروري. حاضر تأمرني. حاضر شكرا. اتكلم. الو يا ابني انا بتصل بيك من الصبح تليفونك مقفول. تليفوني مقفول ازاي؟ تليفوني مفتوح اهو. مين معايا؟ انا الدكتور. دكتور محمد اللي في الدور الثاني. خد الرقم بتاع من الاستاذ اشرف واتصل بيا من على تليفونك. معلش ممكن تكتب لي الرقم ده هنا؟ حاضر تمام كده. اتفضل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه يا دكتور محمد. شوف لي مين يا ابني اللي واقف في السوبر ماركت اللي قصادك دلوقتي. استاذ احمد. طب روح اديله التليفون وقول له الدكتور محمد عاوزك. يلا حاضر ماشي يا دكتور. استاذ احمد خد كلمه دكتور محمد عايزك. السلام عليكم يا دكتور، عامل ايه؟ ايه الاخبار يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا دكتور، الله يخليك. بقول لك ايه، معاك 8200 على الكاش؟ موجود يا دكتور معايا. طب تمام، عاوزك تحولهم لي دلوقتي ضروري وانزل لك الفلوس في السنه. حاضر عينيا يا دكتور. بقول لك ده الدكتور محمد اللي ساكن في الدور الثاني؟ هو دكتور محمد اللي في الدور الثاني. حاضر يا دكتور، على نفس الرقم ده؟ على نفس الرقم. ماشي حاضر يا دكتور. تمام كده اتحول يا دكتور. وصل يا احمد يا حبيبي. طب بقول لك ايه، ما تبعت لي 8200 تاني وتعمل معايا واجب في النسبه وانزلهم لك كلهم مع بعض. لا والله يا دكتور حاليا دلوقتي ما يكملش معايا، بس حضرتك ممكن تبعت لي الفلوس وانا اتصرف وابعتهم لك انا من بره. ولا يهمك يا احمد يا حبيبي، بارك الله فيما رزق. سلام. روح استنى السبت. هستنى السبت. ما تطلع تشوفه بقى يا عم، انت هتفضل مستني السبت؟ ده 8200 جنيه. حاضر. جبت الفلوس؟ فلوس ايه؟ 8200 جنيه. بس انا ما لقيتش حد فوق. نعم، يعني انا اتنصب عليا؟ لا يابا ماليش فيه، انت اللي هتجيب لي الفلوس. انا مالي، مش هو كلمك وانت رديت عليه؟ مش انت اللي قلت لي ساكن عندنا في العماره؟ انت هتقعد على الكرسي؟ لا يابا انت ملزوم تجيبها لي. ضحك عليه. الهاتف الذي طلبته غير موجود بالخدمه، حاول الاتصال في وقت لاحق. تيت 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 تيت. يا بروف، فوق 100,000 جنيه في كام ساعة؟ عملتها ازاي دي؟ كل اللي دايما بينصب على حد بينصب عليه وش بوش، وده اكبر غلط. خلاص الناس فهمت. هقول لك على حاجه، انا دايما الضحيه هي اللي بتصطاد النصاب اللي زيي، يا اما بطمعه يا اما بغباوته يا اما بقله تركيزه. انت عارف، علشان اخليه ما يشكش فيا وابعت لي الفلوس دي بالسهوله دي، انا دخلت عن طريق 2: الغفير والسباك اللي قصاد الغفير. عارف عملت ايه؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. امال فين عم شعبان؟ ايه؟ عم شعبان. شغال مين؟ عم شعبان الغفير اللي كان هنا. لا انا البواب الجديد. طب عرفت منين ان العمارة دي فيها عيادة؟ اليافطه اللي على باب العماره. طيب جبت اسمه ورقم صاحب محل السباكة ده منين؟ اليافطه اللي على المحل. ماشي، عايز حاجه؟ ربنا يخليك. شكرا. حبيبي. ما انت عرفت اسم الدكتور منين؟ الغفير بغبائه اول ما خد التليفون وكلمني قال لي: هو انت الدكتور محمد اللي ساكن في الدور الثالث؟ قلت له انا الدكتور محمد اللي ساكن في الدور الثالث. طب ماشي الدكتور وعرفته، اسم صاحب السوبر ماركت عرفته منين؟ برضه الغفير ده اصلا على الله حكايته. اول ما قلت له مين اللي واقف في السوبر ماركت قال لي احمد. طب يا بروف، ظبطت معاك ازاي دي؟ زي ما قلت لك، بالطمع وبالغباوه وبقله التركيز. كل اللي احنا مثلناه في الفيديو ده موقف فعلا حصل حقيقي، وحصل النهارده. ما حصلش عندنا احنا بس، ده حصل عند ناس جنبنا وبنفس الطريقه بالظبط. فخلي بالكم، الفيديو ده للتوعيه، يا ريت تشيروه على قد ما تقدروا. دي طريقه نصب بطريقه جديده خالص.